الدم يفز على الدم. رجل مريض بالمشفى، عملوا له عمل جراحي وما صح من البنج، والدكاترة بلشت تتخبط، ناس تقول دخل بغيبوبة، ناس تقول موت سريري، وبي شايب عنده مرضان، شايب حكيم يتفرج عليهم، وجاهم قال ادواء عندي. قالوا تراهي مي شغلة كرامات، هذا طب. قال ادواء عندي. قربوا تخت لنص الغرفة، قربوا تخت المرضان لنص الغرفة. قال منو أخوه من أمه وأبوه؟ قالوا هذا أخوه من أمه وأبوه. قال أبرم على أخوك 3 مرات، افتر عليه وقول أخويا أخويا أخويا، والمرة الثالثة أقضبوا من يده وقول له خيي. يقول بالفعل هذا الرجال برم على أخوه أخويا أخويا أخويا، والمرة الثالثة لزموا من يده وقال له أخيي، وفز قعد. قالوا وشلون؟ قال الدم يفز على الدم. ما تشوفون لما تصير عركة وتسمع بها أخوك تركض بشكل تلقائي، تسمع أخوك واقع تركض بدون ما تحسب حساب. فالدم يفز على الدم، وأقول يا قلبي من حش الزالف يمر بيك، وحتى العسل بلساني يمر بيك. أخيك لو رعدك يمر بيك ويقول لك حاضر اش تامر البشر ما ينعرف بالثوب، تعرفه بطيب شلماته. صح المثل من قال كل واحد ترى وذاته، يلاقيك بوجه فرحان مو ينطيك علباته. لا تجد حلال.